اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك فعل الجرس واعمل لايك معاك المحتوى. لو انت مش متابعني على الانستا فانت فايتك كتير قوي، هتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. يلا بينا نبدا. يلا بينا. التقليد الاعمى هو حاله بتحصل لما الواحد بيتبنى سلوك او فعل او ايا يكن بدون تفكير وبدون اي حاجه خالص، وده ممكن يحصل في مجموعه من السياقات زي التقليد في الثقافه، التقليد في الدين والسياسه والاعمال وحتى التجاره. التعلم من الناس التانيين في المجتمع ممكن يؤدي الى التقليد الاعمى. فتعالوا ندي مثال. ممكن الاطفال جدا يتعلموا السلوكيات بتاعتهم والعادات بتاعتهم من اسرهم او من الناس اللي حواليهم او حتى من الاطفال المحيطين بيهم، وده بيتضمن اللغه، التصرفات، الاعراف وغيره. ده اللي بدوره ممكن ياثر على تطورهم الثقافي والاجتماعي. والحاجه اللي خلتني ان انا اعمل الفيديو ده وفي التوقيت ده هو ان احنا حرفيا بقينا معظم الناس اللي حوالينا مقلدين. بس يصحى الصبح يشوف البلوجر الفلاني او الفيديوجرافر الفلاني او ايا يكن او كونتنت كريتور ولا اليوتيوبرز ولا تيك توكر، شايف ان هو كان عايش حياته عادي جدا وبيعمل كذا وبيسوي كذا وبيروح الصبح لازم يروح في الحته الفلانيه، فطب ماشي يلا هبدا اعمل زيه بالظبط. اللي هو طب الفلان الفلاني مشهور جدا، بدا عمل فكره فيديو معين او عمل حاجه معينه، فلا لازم اروح ان انا اعمل نفس الفيديو رغم ان انا ممكن ما اكونش مقتنع بيه او ممكن اصلا ما اعرفش هل الفيديو ده هيفيدني هيضرني اي حاجه. قيس على كده بقى في كل مجالات الحياه. فكان لازم ان احنا نطلع ونوعي الناس بايه هو التقليد الاعمى. ما انت ممكن تكون بتقلد وعندك التقليد الاعمى بس انت ما تعرفش. وعشان كده رغم ان احنا عندنا نماذج مصريه ناجحه كتير وقصص ملهمه للعلماء والشباب، لكن بنقابل على الجانب الثاني شباب يائس بائس ما بيعملش حاجه الا التقليد الاعمى لكل ما هو مستورد زي ما قلنا قبل كده. ده حتى بتوصل ان هم يقلدوهم في الملابس الغريبه اللي هم بيلبسوها. احنا لو تطرقنا للامثله بس هتلاقينا بنحكي فيديوهات من هنا للسنه الجايه. الواحد بيتعجب لما يشوف شباب زي الورد ما بيعملش حاجه في حياته الا ان هو يقلد فلان وعلان، اللي هو فلان عمل كده لازم اروح اعمل كده، جاست ميميك. تلاقيه ان هو بيضيع وقته عشان بيراقب تصرفات فلان، فلان بيعمل كذا، فلان بيسوي كذا، طب فلان عمل ايه الساعه كذا، طب فلان بيعمل ايه دلوقتي. كل همه الشاغل ان هو يقلد وبس، على الرغم ان هو ممكن يكون من جواه انسان صالح جدا وممكن يكون بيحمل قوه جباره لو استخدمها صح هيطور نفسه ويروح في حته ثانيه خالص. العقل زينه دي مش مجرد جمله بتتقال وخلاص. الانسان الراجح والمتزن هو اللي بيضيف على صاحبه جمال ورونق بديع. اما بقى اللي بينصرف عن عقله يستسلم للفوضى اللي عقله هيوديه فيها من غير اي مقاومه، ما يعرفش ازاي يدير شؤون حياته، فما هو الا احمق. ودي اقل كلمه ممكن نقولها عليه. ولعل العقل اللي ربنا ميزنا بيه ده اكبر نعمه للانسان على الارض، فما تكونش زي الحمار بيحمل اسفاره. من الحاجات المهمه ان احنا نفكر في الافكار والسلوكيات اللي احنا بنتبناها ونسال هل فعلا بتتناسب مع قيمنا الشخصيه والمجتمعيه؟ هل فعلا هتفيدنا وتفيد الاخرين؟ طب لو احنا ما عملناش الحاجه دي هتضرنا او هتضر غيرنا؟ التقليد الاعمى ممكن ياثر على المجتمع باكمله. فعلى سبيل المثال ممكن التقليد الاعمى يؤدي لانتشار عادات وافعال وتصرفات خاطئه وغير صحيحه وغير مقبوله، وده برضه بنشوفه في مجتمعنا، ما بنجيبش حاجه من بره. وده اللي ادى فعلا لتدهور القيم الاجتماعيه والدينيه والتعليميه، ومش بس كده لا الثقافيه كمان في المجتمع. طب الحل ايه؟ مفيش حل؟ لا اكيد في حل، والحل هو ان احنا نتحلى بالوعي والفكر، وان احنا زي ما قلنا ان احنا نتحلى بالوعي والفكر، وان احنا نفكر كويس قوي، وان احنا نستخدم عقلنا وما يكونش مجرد قطعه لحم بياكلها الدود في الاخر. كان في حد منزل بوست على الفيسبوك كان بيقول: يا معشر الشباب ادركوا ان الله قد خلق لنا العقل لنفكر به، وان الاستفاده من تجارب الاخرين هي ان تتفادى الوقوع بنفس الاخطاء وليس لتقع فريستها للمره الثانيه. لا يجب ان يلدغ مؤمن من جحر مرتين، فالتقليد الاعمى ما هو الا اعمى يقود اعمى، فلا تمشي مغمضا قلبك وعقلك معا، وليكن تقليدنا لاشياء صالحه تنفع الصالح العام سواء بالعلم والتطوير او المعرفه. بس كده دي تكون نهايه الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.